يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن سر مقتل ملكة جمال لبنان في شقة ممثلة مصرية مشهورة. يا ترى مين القاتل ومين الممثلة المصرية المشهورة اللي لقوا جثة ملكة جمال لبنان في شقتها؟ عاوزين تعرفوا تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. تبدأ حكايتنا في منتصف فترة الأربعينات، الفترة اللي شهدت تألق وتفوق النجمة المصرية الجميلة كاميليا وشهرتها وتألقها اللافت للأنظار. سمعت كاميليا إن في فتاة لبنانية جميلة اسمها مي سمعان مدور فازت بلقب ملكة جمال لبنان، وقررت إنها تيجي على مصر وإنها تنافس الفنانة كاميليا، وصرحت بكده فعلا لما جت على مصر. ولما عرفت كاميليا ان مي مدور جايه مصر علشان تنافسها، راحت كاميليا فعلا عشان تستقبلها، والاتنين بقوا اصحاب وبقت صديقتها المقربه وسكنوا مع بعض في نفس البيت. ودخلت الفنانه مي مدور فعلا عالم الشهره والاضواء من خلال فيلم مصري اسمه الهام. ولكن بعد نزول الفيلم في السينما محدش من المخرجين والمنتجين كلمها عشان تشارك في اعمال تانية، وده اللي ادى لاصابتها بالاحباط. ولكن الفرصة جت لمي مدور بعد حادثة وفاة الفنانة كاميليا، فبدأ المنتجين والمخرجين يعرضوا عليه الأدوار اللي كانت بتقوم بيها كاميليا، وفعلا بدأت بقى تشق طريق الشهرة والنجاح والأضواء بشكل كبير وبشكل لافت للنظر. وفعلا شاركت النجمة اللبنانية مي مدور في عدد من الأفلام المصرية الهامة زي الأسطى حسن، دستة مناديل، نساء بلا رجال، أسرار الناس. وزي ما جه النجاح والشهرة لمي مدور بشكل سريع، كمان النهاية البشعة جت بشكل سريع. ففي 16 سبتمبر سنة 1955 تم العثور عليها مقتولة في البيت اللي كانت بتسكنه مع الفنانة كاميليا. واتقال ساعتها ان عشيقها هو اللي قتلها، ولكن محدش عارف لغاية دلوقتي ايه الاسباب اللي دفعته انه يقوم بهذه الجريمة البشعة.